ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض الكبد والقوانص. الفراخ غلت بقى يا جماعه، فخلاص نتجه للكبد والقوانص شويه. بس هنعملها النهارده بطريقه حلوه قوي قوي وبسيطه، ومش هتبقى زفره خالص، وهقولك ازاي تاكلي كبد وقوانص بدون اي زفاره. تعالوا بقى نسمي كده الله ونبدا مع بعض. اول حاجه ميه على النار، في حله كده على النار، تكون المية بتغلي، وهبدأ ان انا انزل بيها بالكبد والقوانص. سليمة مش متقطعة خالص. ممكن طبعا تعملوها متقطعة مفيش مشكلة، بس يفضل تسيبوها سليمة. هنا بقى معايا ايه؟ بصوا بقى السر كده: عود من القرفة، وفصين حبهان، واربع فصوص من القرنفل، وحطيهم في المية دي. وحطي ملح وغطي الحلة بتاعتك وسيبيها تستوي خالص، او سيبيها تغلي 3 4 غلوات كده مع بعض. هو عموما يعني التلات اربع غلوات هتلاقي الكبده معاكي استوت وبقت زي الفل. بص انا بوريكم قد ايه يعني الفراخ الكبده يعني ماسكه نفسها ومش متقطعه خالص. هنا بقى المعلقه دي حطيت فيها ايه؟ فيها ميكس كده من التوابل. ان شاء الله انا هعمله معاكم الميكس ده تحفه يا بنات. انا حاطاه في برطمان وبحطه على اي حاجه فيها زفاره بقى: كمون صحيح، كزبره صحيحه، فلفل اسود صحيح، ورد. بصوا يعني حاطه كده شويه حاجات ممتازه. لازم بجد ان شاء الله اعمل معاكم التوابل دي او وصفه التوابل دي. المهم حطيتهم برضو عشان نضيع الزفاره. القرنفل والحبهان والقرفه بيضيعوا زفاره الكبده بطريقه، وده السر النهارده معانا في الوصفه. طيب هنا بقى بعد ما الفراخ بعد ما الكبده اتصفت، اتغلت، وبعد كده صفيت ميتها، وببدأ ان انا اقطعها بالسكينة كده او بالمقص مثلا القطع صغيرة. وهنا بقى جبت طاسة وحطيت فيها معلقتين من الزبدة على سمنة او زبدة، وعلى معلقتين من الزيت. نزلت عليهم بالكبد بالشكل ده وشوحتهم. بعد كده نزلت بالبصل والفلفل متقطع جوليان، اخضر بقى وكان رومي، اخضر واحمر وسبايسي. وبدأت ان انا انزل برضو، ضفت كمان على فكرة طماطمتين متقطعين مكعبات، ملح وفلفل اسود، وبقلب كويس جدا. وبس خلاص، هي دي الوصفة بتاعت النهاردة. طيب عصرت ايه كمان؟ عصرت كمان مع عصرة من الليمونة، ليمونة كاملة. عصرتها على الكبدة بالشكل ده، وغطيت الكبدة بقى. على فكرة انت ممكن تضيفي معلقة من الصلصة وشوية كده، يعني ربع كوباية من المية، لو انت عايزة الكبدة بصوص. لو مش عايزاها بصوص بقى، يعني استكفي بالطماطم اللي انت ضفتيها مع الفلفل الالوان والبصل. يبقى سر الوصفة بتاعتنا النهاردة ايه يا جماعة؟ القرفة والقرنفل والحبهان بيضيعوا زفارة الكبدة بطريقة، والله مش متخيلين قد ايه الكبدة مفيهاش اي ريحة زفارة خالص، وطعمها جنان. ممكن تضيفي كمان فص توم مهروس كده مع البصل والطماطم والخضار، براحتك برضو، دي حاجة ترجع لك انتي. بصوا بقى الجمال، بغرف يعني بتاخد برضو تشويحة كده على النار لمدة 10 دقايق، وبغرف الكبدة وبتبقى شكلها تحفة وطعمها مش قادرة اوصفلكوا، حلو قوي 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 فعلا يعني. امشوا على الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسيش الله يكون شير. اشوفكم على خير في رعاية الله. باي باي.